اللي احتسبها الكابتن مع نهاية المباراة. مشعل السعيد نقول لكم هارد لك كابتن، يعني يمكن الجو الموجود الحين في الملعب كانكم مصدومين من النتيجة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، هذا حال الكورة، أن تحصل ظروف داخل الملعب أتوقع أنه ما هي في الحسبان، عشان كذا نوعا ما شوي نحن مصدومين ما نقول، خلينا نتكلم بكل صراحة، مصدومين بالبلنتي هذا. يعني أتوقع أنه ما أدري شو أقول لك بصراحة، يعني أتوقع أن حمد منتشري كان واقف واللاعب جاي بيكمل، ما أدري حمد يعني لازم يكون خيال عشان يقدر يخش من داخل، هذا أنا شيء بصراحة استغرب منه. حمد كان واقف وجاء صدم فيه اللي هو لاعب هشام القهوي. كنتوا حاضرين كابتن في المباراة، يعني فنيا اتكلم. والله اكيد اتوقع ان احنا لعبنا مباراة، يمكن مباراة نوعا ما كويسة بالنسبة لنا بصراحة، يعني تعتبر من المباريات الكويسة اللي قدمناها. لا النتيجة اتوقع ما تعكس الاداء، الحمد لله. النتيجة زينة، المفروض يعني تنتهي المباراة. والله شوف انا ما اقدر اقول لك احنا نفوز او هم يفوزون، بس على الاقل اتوقع ان احنا ما نطلع خسرانين يعني، بس هذا حال الكوره والحمد لله على كل حال. وانت لاعب احد لاعبي الخبره بنادي الاتحاد، اسالك بعيدا عن المباراه، التعاقد مع احمد الفريدي وانتم كلاعبين، والحديث طبعا بالنسبه لوسائل الاعلام المستحقات الماليه الكبيره لدى اداره الاتحاد، بالنسبه لهذا الشيء ان الاداره تتعاقد مع لاعب من خارج النادي وبمبلغ كبير يسبب احتقان ما بين اللاعبين والاداره. بدر اتمنى ان هذا ما يثار في الاعلام. طيب احنا كلعيبه احنا واقفين مع النادي، سواء اليوم او من امس او بكره واقفين مع النادي على طول، واتوقع ان المواضيع هذه ما هي وقتها حين بدر، والله يعطيك العافيه.